جاي وشنه ولا بالله اي وشنه ولا بالله وشنه ولا بالله وشنه ولا بالله ابتدأنا رحلة جديدة وسط جبال كردستان إلى مدينة شاركت التاريخ فصول حياتها وما تزال. رائحة جبالها تحتفظ بعبق الماضي السحيق بذائقة خالطت الحداثة. بداية شائقة، محال تراثية، وأخرى بمنتجات محلية من رحم الأرض. كل ذلك يخالط غزل المياه لمعشوقته الأرض بخرير لن ينقطع مطلقا. بأحضان حانية وتراث عريق وحضارة ضاربة في عمق التاريخ، احتضنتنا مدينة كردية في جولة وثائقية خاصة. تابعوا معنا. هورامان، مدينة الزمان والمكان، نمط صامد منذ آلاف السنين، أدرجت ضمن التراث العالمي لليونسكو بسبب عدة عوامل: الزراعة والصناعة وطرق العيش. فمن يريد أن يلمس التحضر بثوب يمزج العصرية مع الإرث التاريخي يزور هذه الحاضرة. في ناحية بيارا التابعة لقضاء هورامان ارتقينا جبلا بسلم صخري يحكي قصة حدود رسمت رغما عن الأخ وأخته والأب وزوجته، فحتى الحدود لم تمنع الأرض بأن تحافظ على ربطها المقدس. ساقية طاحونة الجبل التي تقسم كردستان إلى نصفين في معاهدة تم تحديدها في العام 1839 بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية، وكانت النتيجة تقسيم الأرض الواحدة واللغة الواحدة والقومية الواحدة إلى نصفين، لكنهم ما يزالون إلى الآن جهة واحدة وقومية واحدة. جوجي آشي برزة، ساقية طاحونة أعالي الجبل، فصلت بلدة إلى اثنتين، ورغم ذلك كل شيء لم ينقسم في الحقيقة إلا بصورة شكلية. نا همية كردستان أو هرية كردستاني شيء جوازية وهيش فرق كينية أما بالنسبة عائلة خومان وكشنك اللي ربوين ودانشتو يرن هر بتابك باكم هانجرم ليا ودايكي شم بيارية أتروت هي كليمان زورتر بوو چون من كباكم إيرانية وكدايكي شم إراقية أتوين بلين هردو كيانم يعني هيش جوازية كينية. حرفيا الحدود بلا حدود.
اشترينا هذا الشاي من كردستان التي تقع في الجهة العراقية لنشربه في كردستان التي تقع في الجهة الإيرانية. يا لعجائب الصدف. هذه الساقية فقط هي الحدود الفعلية بين دولتين، لكنك لن تحتاج إلى أي وثيقة رسمية حتى تعبر إلى الجهة الأخرى، إيران. وفي بعض الأماكن لا توجد أي ساقية للدلالة، لكن العبور هنا يعتبر تسللاً. أشجار الجوز والتين والكاكي على امتداد واحد بين الجانبين. محبوبة هي مزارعة ستينية من إقليم كردستان، تزرع في أرضها المقسمة رغما عنها في الجهة الإيرانية، لكنها لم تعترف أصلا بهذا التقسيم الذي لم يستطع فصل جذور أشجارها النامية الممتدة ضمن تراب كردستان. في النهاية المحصول هورامي كردي. دايا باشي سلامتي باز باشا بخير بي بسر سرچا خاصی شکر وامتی خوش بی آخا بخیر بی بسر چا ما بهار و هاتینا صرنا وباخو خجلي قياومياين وقيا شد لا يبين بابوني أو توانو تو كمان أوريت أبي قيا كلا بيني جاتو كمان بو أشنيتو أزاني يجابو من هالأقريه. زراعة ليرة شيا والله تو قويزو أنجيرو أنارو أما باخي باوبا بيرمانه. أو طريقة الزراعة طريقة كونة قديمة هيني كونة هيني باوبا بيرمانه جيما وبويمه. والله أما هيني قديمة. شكارك الكرتون شيء أستاذ. إيسا والله ما أم جيا لا يبين بابوني أو أم تو أوري جيا كنا يلي تو كهرباء. أو مشكلة جيان شيء. أو مشكلة جيا بابوني تو كولا يبين. أقت لا ينبين تو كمان بهون ناجيرية. هذه الأرض حبلى بالمفاجآت، كلما وثقنا أكثر تأكدت الحقيقة بصورة أكبر. ومن العجائب أن هذا البيت نصفه في إقليم كردستان والنصف الآخر في الجانب الإيراني. بدأنا بمخاطرة كبيرة. نتسلل الآن إلى الجهة الإيرانية. أردنا توثيق منبع الساقية من قلب الجبل التي كانت بمثابة حدود، تقع وسط سياج ضمن الأراضي الإيرانية. تعرضت إلى حادث عرضي، شظية خشبية اخترقت جلد عضلي. مياه منعشة وصافية نقية إلى أبعد الحدود، تصب مياه هذه العين عند بداية الساقية. من هنا تبدأ ساقية طاحونة الجبل، الخط الهمايوني، الخط الشريف الذي قسم إقليم كردستان إلى جزئين. هذه الساقية تقع على جبل برامبر أي المقابل، نسبة لمواجهته لجبل آشور، وهو جبل سكنه الآشوريون منذ أكثر من 3000 سنة.
متحف جميل يقع عند الساقية بألوان زاهية. أخذت استراحة فيه، أستنشق الهواء النقي وأسمع تدفق مياه الساقية. نزلنا إلى أسفل الوادي حيث نهر تشاميبيارة الذي تتكون مياهه من عدة عيون ومصادر، تنحدر من سفوح سلسلة جبال الزاغروس حيث كردستان الشرقية. يشق غابة ساحرة، في بعض الأماكن أصبح النهر منتجعا سياحيا خلابا. ونحن نوثق الغابة صادفنا رجلين يعملان على تهريب مادة البنزين من إيران وحتى كردستان. شو شاي إيراني؟ مو هيك فقط سياسات أو تقسيمات. عند حديثي معهما باللغة الفارسية وافقا على إجراء مقابلة سريعة. اینجا کارتون چیه؟ اینجا کولبری میکنیم. کولبری اکیم. کوبری چیه؟ مواد چیه؟ والله بنزین تیرین طبعا. بنزين هرزان لإيران؟ بنزين والله هرزان. يعني فرق لكردستان. والله فرقي يس. طريق دورة نزديكه. والله حدودا وبيادة نيم ساعة جاتي. نيم ساعة بيادة. أي والله. يعني كم كيلو تقريبا؟ 55 كيلو. 55 كيلو؟ أي والله. مسافة كم؟ مسافة نيم ساعة. نيم ساعة. والله. تقريبا حدود واضحة مرز واضحة بريد دو كشفر. والله واضحة والله. ميل مرزية. ميل مرزية هي. والله. حتى شارزاي كل قلعة. شارزاي كل قلعة أزاني أما خاكي إيران أما خاكي إيران. يسمى وين خاكي إيران. هو خاكي إيران. نا عراق. أو خاكها. عراق. لسر جوا أو هاز لسرا أو ديوي إيران أم ديوي عراق. مشكلة نية أجر كسي لخاك عراق وخاك إيران. كلنا خدمات يتيمان هاي الأخوانه. إما نيوي ميم كزام وبورزام ولا هربجو سليماني بيارو. في هاورامان لا يشعر الناس بوجود الحدود، ربما لسبب راسخ في أذهانهم. الأرض أرضنا قسمت رغما عنا، فنحن عائلة واحدة بلغة ودم واحد. هكذا سمعت حديث قلوبهم في قلبي وشعرت به، الانتماء لذات الوطن الذي لطالما حلموا به. حدود بلا حدود. واحدة من الأمور التي أهلت هاورامان لكي تصبح ضمن التراث العالمي الزراعة على سفوح الجبال. هذه الطرق وأخرى غيرها وتشبهها استمرت منذ آلاف السنين في هذا المكان في هاورامان. ليس لسبب عادي فقط، بل لأنها ما تزال تحافظ على طريقة زراعة امتدت إلى 3000 سنة قبل الميلاد. الزراعة ضمن أخاديد على سفوح الجبال.
طريقة أخرى اعتمدت في الماضي القديم: جعل السفح سلما ضخما لكي لا تنجرف تربة الأشجار الضخمة، أيضا لكي يتسلل الهواء إلى جذورها. بعض من هذه الأشجار يصل عمرها إلى 400 عام. قصدنا واد آخر، حيث يستمر نهر تشاميبيارا بالتدفق وكأنه أبهر حياة الغابة. نحن الآن في وادي بيارة، حيث الغابات الكثيفة والأشجار المعمرة. وصلنا إلى بيت ما يزال يحافظ على نظام الشتاء والصيف، الوادي والجبل، لنشاهده عن كثب. استمر نمط حياة المزارعين منذ القدم إلى يومنا هذا في هاورامان. في الصيف يسكنون أسفل الوادي للإشراف على أعمال الزراعة، أما في الشتاء يعودون إلى السفوح وأعالي الجبال. يصعب سقي الأشجار على السفوح، لكن حفر السواقي والأخاديد هو من يقوم بهذه المهمة. كل شيء في هذه المدينة تاريخي، يتدرج من القديم وحتى التاريخ الحديث. مسجد بياري شريفة الذي تأسس في العام 1889. يضم هذا المكان 3 مراقد للمشايخ: عمر ضياء الدين، نجم الدين، علاء الدين، وهم الآن أئمة لأصحاب الطريقة النقشبندية. يحتوي الجامع على معرض يضم مقتنيات مشايخهم. ويحتفظون حسب اعتقادهم ب3 شعارات لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي أتباع هذه الطريقة من دول العالم للتبرك والزيارة. سنبدأ الآن توثيقنا في بيوت هاورامان التي تستمر بطرزها المعمارية منذ سالف الأزمان. سبب آخر دفع اليونسكو لإدراج هذه المدينة ضمن التراث العالمي: طريقة بناء البيوت على سفوح الجبال، إذ توارث سكان هذه الحاضرة نمط العيش هذا منذ أكثر من 50 قرناً.
توجهنا إلى قصبة طويلة التابعة لناحية بيارة، تتضح فيها بيوت السفوح بصورة أكثر وأجمل. سقف بيت ما يستند عليه البيت الذي أعلاه، وهكذا. قسم من هذه البيوت بقيت أطلالا فقط، وقسم منها صامد، وأخرى صخور ضمن تضاريس الجبل نبتت فوقها الأزهار، وكأنها تقدم الاحترام لمن سكنها في الماضي. المسير في هذه الأماكن يطيل الأعمار لما لها من هواء نقي وطبيعة قل نظيرها. الصناعات اليدوية المتأصلة في عمق الفلكلور الهورامي الكردي ميزة أخرى تضاف للمكان. كل الأعمال التي تباع في محل هاورامان التراثية هي صناعة يدوية، والذي في يدي هو ما تتجمل فيه النساء. لنأخذ جولة في هذه المحال. أعمال يدوية متعددة الأصناف تستمد شكلها من تراث المدينة: لعب الأطفال، المسابح، أحجبة وشالات، أواني طينية وأخرى خشبية، السكاكين والسيوف، وآخرها الدفوف. ليس هذا فقط، فحتى الغناء والترانيم تستمد عمقها من جبال هورامان وتراثها العريق. نجم الدين علي هورامي فنان كردي معروف اعتزل الطرب، أتحف جولتنا الوثائقية هذه بصوته الريفي الفلكلوري. محطة أخرى في هاورامان، وادي زلم الحدودي الذي يرتفع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، يضم واحدا من أشهر الشلالات والذي يسمى أيضا بأحمد آوا. وجهتنا الأخيرة في هاورامان ارتأينا أن تكون للسياحة فقط، ومن داخل الجبال الشاهقة ومن أعماقها ومن عيونها المتدفقة وصلنا إلى شلالة زلم. نأخذ جولة سياحية في هذا المكان. يتشكل هذا الشلال من نهر زلم الذي ينحدر من أعالي جبال هاورامان، مشكلا مصيفا خلابا.
يؤمه السياح من جميع أنحاء كردستان والعراق وبعض دول العالم. يتم الصعود إليه بواسطة سلم أنشئ حديثاً. دائما ما أشير في وثائقياتي بعبارة قصدنا وتوجهنا ذهبنا، فأنا لست بمفردي. الجنود المجهولون هم من خلف هذا التوثيق ودقة الصورة وتحمل المشاق والتعب، لكي نرصد المزيد ونوثق بطريقتنا على أمل لقاء بوثائقي آخر. زور معلوماتي مهم هاي بالضبط.